السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. كنا خرجنا من كام يوم، يعني الفيديو ده بقاله كام يوم ومكسلة انزله. اشتريت كده شوية خضار. انا دايما بقول لكم ان انا بجيب الخضار اسبوعيا، يعني كمية على قد مثلا تكفيني الاسبوع. ده ماركاته كبير قوي. ساعات بجيب الخضار من السوق وساعات بجيب من الماركاتو، المكان اللي يبقى متوفر قدامي، او يعني مكان بيكون مثلا ايه السعر فيه قليل حسب برضو ما انت عايزة. جبت الفينو اللي انتوا شفتوه ده كان عليه عرض. المكان ده دايما بيبقى فيه عروض، يعني الاماكن الكبيرة دي بيبقى فيها عروض كتير. روحوا دايما الاماكن، يعني في اماكن معينة اسألوا وتابعوا الاماكن اللي بيبقى فيها عروض وتخفيضات. انت اولى، يعني اولى باي جنيه هتوفريه. وفي الفيديو ده كمان هوريكم مشتريات للفطار وافكار للفطار، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. دي ادوات المطبخ، طبعا كلنا بنحب ادوات المطبخ وبنحب التجديدات يعني، وجبت برضو شوية حاجات كده بسيطة للمطبخ. بجيب الحاجة اللي انا محتاجاها، يعني مش بجيب حاجة واركنها، لا انا بجيب الحاجة اللي انا هستخدمها. دي اسماك طبعا، يعني السمك اشكال والوان، وجبنا برضو سمك، حاجات برضو بسيطة. كنت بقى ايه بعد ما روحنا تعبانين طبعا، فهعمل غدا ايه سريع عشان الولاد. دايما خلي عندك حاجة في الفريزر، ممكن تعملي البيتزا وتاخديها نص سوا وتدخليها الفريزر وتطلعيها على التسوية، هتنقذك جدا لما تكوني جايه من مشوار من بره او مستعجلة، فهتنجز معاكي كتير. دخلتها يا دوبك الفرن كده حوالي 10 دقايق وكانت يعني زي الفل. جبنا بقى بطيخ وقطعته بطريقة حلوة جدا هوريها لكم دلوقتي. قطعت بقى البيتزا كده، يعني الطريقة اللي احنا متعودين عليها. ممكن بقى يعني ايه اي حاجة خضار جنبها سريع كده، بس دي كانت حاجة سريعة جدا جدا، يعني ايه لان الواحد بيبقى جاي من بره تعبان جدا، فانت مش هتقدري تقفي تاني بعد اللف بره مش هتقدري تيجي تقفي تاني. وكنت جايبة بقى بطيخ وقطعناها، اوريكم دلوقتي تقطيعة سهلة للبطيخ، يعني طريقة كده عجبتني وقلت اجربها، يعني بدل ما نقعد بقى نعمل شرايح كتير. هو هنا في المكان اللي انا فيه ممكن تشتري ربع بطيخة، ممكن تشتري نص بطيخة حسب ما انت عايزة. وطبعا البطيخ فاكهة صيفية، ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الصيف، يعني خلاها تيجي في الصيف يعني علشان تعوض الجسم عن المية. وطبعا يعني هو على قد ما هو صحي ومفيد ومليان مية، بس ما ينفعش ناكل منه كتير، بالذات الاطفال، لان انتوا عارفين ان هو ممكن يعمل نزلة معوية لو طفل عنده معدته تعباه وفيها تحسس او اي حاجة، فهو بيتعب المعدة، فما تكتريش منه برضو. يعني ايه هاتيه مرتين في الاسبوع مثلا، ماشي. ومليان يعني ميه ومفيد جدا بصراحه. والطريقه دي بنقطعه كده بالطريقه دي سهله جدا، ويا دوبك ايه بيبقى جاهز على الاكل، تحطيه في العلبه دي وبتاخدي منه على الاكل. طريقه سهله يعني ايه، شفتها وقلت اجربها كده. وتقطعي بقى مكعبات، يعني بدل ما نقعد نعمل شرايح، فقلت ايه بدل ما اقعد اعمل قشر كتير فاختصرت بقى وقلت اجرب التقطيعه دي. يعني بصراحه البطيخ بيعمل قشر كتير جدا يعني، فقلت اما اختصر هقطع بقى بقيتها برضو. واشربوا ميه كتير، كل فيديو اقول لكم اشربوا ميه كتير، خصوصا اللي هم بيتبعوا حمية غذائية، يعني بيعملوا دايت او من غير دايت كمان. يا جماعة المية مفيدة جدا، ربنا قال ايه وجعلنا من الماء كل شيء حي، فربنا دايما بيقول لنا على الحاجة الصح فعلا، الحاجة اللي تفيد جسمنا. المفروض ان انتي بتشربي مية حسب وزنك، شوفي وزنك كام هتشربي كام لتر في اليوم، ماشي. وعامة قبل كل وجبة او كل ساعة تملي كده مج او كوباية كبيرة وتمليها مية وتشربي. انا كملت بقى بقيتها بعدين. وبعدين اشتريت زيتون بقى، انا ممكن اعمل اي مخللات في البيت، بس بصراحة مش يعني ايه الزيتون بياخد وقت وكده، فانا بشتريه جاهز من حد مضمون يعني وكده. فضيته نزلته كده بقى في في العلبة علبة دي، وادخله فضيته في التلاجة. العلبة. تعالوا بقى نشوف وهحطها عادي في المشتريات اللي احنا التلاجة جبناها. وقت الاستخدام. وجبت بقى شوية مشتريات كده للفطار هوريها لكم. دي بقى جبن ومربى، ده كان طبق فراولة،
دي الحاجات دي خاصة بالفطار. ماشي. ده لبن رايب، بخليه موجود عندي على طول، علشان لو حد يعني ايه بيرطب المعدة، لو عندك حموضة او معدتك تعباكي فبتاخدي منه شوية كده بيرطب ويهدي المعدة. وجبت مربى وجبت جبن اهي مشكلة زي ما انتم شايفين، وده ملح. جبت علبة ملح، وجبت جبت علبة طحينة. دي علبة طحينة بالسمسم، ممكن تعملي الطحينة في البيت. ودي عجوة مفرومة جاهز، مكتوب عليها صنع في الامارات، حلوة جدا جدا. جبتها علشان هعمل معاكم مخبوزات ان شاء الله باذن الله، هتنفع للفطار برضو وكل حاجة. وجبت الاسباتشوله دي، المعلقه دي من الحاجات بصوا الحلوه جدا، يعني اللي بحبها تبقى موجوده عندي على طول، لانها بتبقى سهله كده في التقليب وفي كل حاجه. انا بقيت اعلي صوتي اهو، لان في ناس قالت لي صوتك بيبقى واطي، فانا بقيت اعلي لكم الصوت، يعني مش عايزه ازعجكم بصوتي يا جماعه. شفت دي بقى بتاعه الايس كريم، فالولاد شبطوا فيها فانا جبتها يعني، قلنا نبقى نعمل مع بعض ايس كريم نجربها يعني، داخلين على الصيف بقى والصيف بيحب الحاجات دي. وجبت دي اكياس يعني للزبالة اعزكم الله. وجبت اكياس خزين للفريزر. ودي جبت الصينية دي بقى تقيلة قوي وحلوة بصراحة. ما انا يعني ايه، انا محتاجة بصراحة، يعني انا محتاجة لما خدنا الشقة دي ما كانش طبعا فيها عزال كافي، فانا بدأ ان انا يعني ايه اشتري حاجة حاجة، لان في يعني حاجات كتير محتاجاها في المطبخ وكده. دي بقى اكياس تلاجة، يعني اول مره اجيبها بصراحه واستخدمها برضو معاكم ان شاء الله. يعني عجبتني قوي. المره اللي فاتت كنت جايبه اللي هي بيبقى لها قفل دي، وكنت بستخدمها معاكم في التفريزات، فقلت اجرب النوعيه دي فيها كتير كده. المشتريات بتاعتنا، تعالوا بقى شفت شوفوا بقى جبت ايه تاني. دي اسبونشة بتاعت المواعين، ودول صابونتين كده، وده فوط بستخدمها بحبها قوي برضو بستخدمها على طول. وجبت المناديل دي، الحاجات دي بيبقى عليها اوفرتات او عروض، الحاجة اللي بيكون عليها عروض بستغلها بصراحة وبجيبها. ماشي. جبت كورن فليكس، مش بجيبه على طول، مرة كل 3 شهور او شهرين، بينفع برضو في الفطار. هجيب بقى، مش عارفة هنا التصوير كان يعني ما خدتش بالي ان التصوير هنا كان غامق شوية. جبت علبة بقى وهفضي فيها الجبن اللي انا جبتها. ما بتفضي كده حاجاتك في علب وبتنظمي بتوفر عليكي وقت كبير. انا هقطع الجبنة كده يعني نصين علشان تبقى سهل عليا كده في العلبة. لو عندك عيش بلدي بقى ممكن تجيبي عيش بلدي بزيادة وتقطعيه برضو وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على الاكل على طول. دي جبنة شيدر، مش بجيب برضو الشيدر دي على طول يعني، في حاجات مش بجيبها كل مرة، يعني كل مرة ممكن اجرب حاجة واشوف مثلا الولاد حبوا ايه وبجيبه، وايه اللي احنا استعملناه وايه لا. وممكن الجبن دي، وفي نوع جبنة كمان هقول لكم بعمل فيه ايه علشان بيوفر معايا كتير لما بعمله كده. في نوع الجبن دي مثلا لو اتبقى منها ولا حاجة، انتوا عارفين ان الجبن ممكن يعني تقعد بالكتير 10 ايام في التلاجة بالكتير قوي. فممكن اللي انا جبته المره دي ما اجيبوش المره الجايه، ولكن لو تبقى منهم حاجه بستخدمهم في البشاميل او في بيتزا او في معجنات. ممكن نعمل مع بعض برضو معجنات كده فطاير، حطيتهم بقى في العلب. ودي برضو بقيت المشتريات اهي. بجيب الحاجه اللي انا محتاجاها. جبت ده لبن، طبعا بنحتاج اللبن في الفطار. وجبت بيض، وجبت قطعة الزبدة دي كان عليها اوفرتا، كان عليها خصم. هجيب العلبة دي وافضي فيها البيض، حطيت كده فيها منديل. حاولي كده يعني مشترياتك حاولي تنظميها بشكل حلو، عشان بتسهل عليكي كتير. يعني التنظيم حلو، التنظيم في الحياة حلو. مشي حياتك بنظام، مشي بيتك بنظام، هتلاقي نفسك مرتاح. هفضي البيض في العلبة كده. طبعا بنحتاج البيض مهما كان غالي يا جماعة، فاحنا جسمنا محتاج البيض، وخصوصا الاطفال لان جسمهم بيتكون دلوقتي. البيض بروتين مفيد جدا جدا. طبعا اللحمة غالية قوي دلوقتي، مش كل الناس هتجيب لحمة، فبتعوضي بقى بالبروتين النباتي والبروتين الحيواني زي البيض والبقوليات. حاولوا تكتروا من الحاجات دي. لو كل يوم او كل يومين يعني ايه تاكلوا بيض، مش لازم كل يوم، ماشي، كل يومين تعملي وجبة من البيض. ولازم الاولاد ياكلوا بيض ويشربوا لبن. يعني ايه، ربنا يرزقكم يا رب برزق اولادكم يا رب كده، ويشبع كل جائع على وجه الارض يا رب.
ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. دايما نحمد ربنا في السراء والضراء. احمدي ربنا على حالك وحياتك، وما تبصيش لحد. يعني ربنا هو الرزاق، ربنا هو اللي بيرزق يا جماعة، ورزقنا ورزقكم على الله يا رب. بصوا بقى، فضيت كده البيضة اهو، وده اللبن. الازازة دي فريسكا يعني طازة. كنت جبت ازازة طازة، بس اللي هي دي طازة بتقعد يعني مثلا اسبوع وبتخلص. فجبت منها، كنت عايزة اشربهم لبن بصراحة. واللي هو المعلب ده بقى ممكن استخدمه في المعجنات او استخدمه في اي حاجة. كنت جايبة برضو واحدة توست، وكنت جايبة الكرواسون ده برضو هفضيه في علبة دلوقتي. ممكن برضو يبقى بياخدوه كده في نص اليوم، لو اي حد جاع ممكن ياخد له واحدة، او في الفطار حاجة سريعة. ماشي، او ممكن تعمليها في البيت. انا برضو مش بجيبها على طول، في حاجات زي ما قلت لكم مش بشتريها على طول. ممكن تعملي زبادي في البيت، هيوفر عليكي كتير جدا. كل حاجة، في حاجات لما بنعملها في البيت بتوفر معانا. بص بقى، قطعة الجبنة دي انا هبشرها. في ناس بتشتري جبنة رومي مبشورة، فعلا بتوفر معاكي وبتدي معاكي كمية وبتستخدمها برضو على اي حاجة. انا هبشر الجبنة دي، يعني لما ببشرها كده بتقعد معايا كتير وبتوفر معايا. ممكن اضيف منها على السندوتشات، ممكن في البيتزا، ممكن فطاير. فانا بستخدمها كده زي الجبنة الموتزاريلا، بتوفر عليا كتير جدا. هعمل معاكم دلوقتي وصفة للفطار، تنفع فطار او تنفع عشاء. انا قلت لكم ممكن نسلق البيض، ممكن نعمل بيه عجة، ممكن نعمل بيه قرص بيض كده بالخضار، زي ما تحبي، وجنبه كده قطع جبنة او جبنة فلاحي زي ما تحبي. كده بقى جهزت الجبنة اهو، هتوفر معاكي كتير جدا لما تبشريها كده. جبت بقى عندي، يلا نعمل مع بعض كده وصفة بيض حلوة قوي ومشبعة جدا. الاربع بيضات دولت انا هعملهم مثلا، انا كنت عاملاهم في يوم تاني غير يوم المشتريات، كان تاني يوم او بعدها بيومين ماشي، ما كانش في اليوم بتاع المشتريات. بس انا قلت اضيف لكم هنا بما اننا بنتكلم على الفطار وكده. جبت كده كام شريحة من اللانشون او البسطرمة او السلامي، اي حاجة موجودة عندك. الاربع بيضات دول هجيب طبق كده، اربهم في طبق، هتحطي عليهم شويه لبن، ورشه من الفلفل الاسود، ورشه من الجبنه اللي احنا لسه بشرينها، ورشه من الكمون والفلفل. اربع بيضات دول انا هعملهم ل5 افراد. ماشي. لما ترب البيض معاكي بيدي معاكي كميه، انا تشوفوها ما شاء الله دلوقتي اديت كميه. وعملتها يعني زي قطع البيتزا كده، وكل واحد اخد قطعه يعني في ساندوتش. يعني سلام بقى لو عيش بلدي كمان مع قطعة جبنة كده. ماشي، وشوية خضار بقى لو عندك جرجير وعندك خس، استغلي الخضار، لازم يكون جنب الاكل خضار. ممكن تدخلها الفرن تاخد لون من على الوش، او تقلبيها في الطاسة عادي. ماشي كده، الوصفة دي هتنفع يا اما فطار يا اما عشاء. والوجبة الغدا لازم تكون اساسية. جبت بقى واحدة توست كده، وجبت واحدة جبنة، وهقطعها بقى زي ايه البيتزا زي ما قلت لكم كده، وكل واحد اخد قطعة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد وافكار جديدة. الفيديو الجاي باذن الله، باذن الله تعالى هعمل معاكم مخبوزات. انا عملته خلاص، ممكن انزله النهاردة اخر النهار باذن الله. مخبوزات للفطار حلوة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.